السلام عليكم ورحمة الله حبايبي السعيدين في كل مكان. أنا النهاردة يا جماعة والله مش جاي اصطاد، بس المكان يعني عجبني ولقيت فيه أحجام سمك في المية شراغيش حلوة، وشايف بوري عمال بصراحة يفزع ورا السمك الصغير، عمال يجري وراه. بس هي بقى عايزة يعني من بعد العصرية كده، من بعد العصرية هنا تاخد فين منها سمك محترم، حتة كويسة. طبعا الحتة دي يا جماعة معروفة، كل الناس عارفاها، واللي الناس مش تعرفها برضه هقول لهم عليها. لأن الحتة دي في وش المجمع بتاع الكليات، حتة هادية وكويسة وتقعد فيها يعني أمان وكويسة. حتى لو جيت بأسرتك وكلام من ده القعدة فيها كويسة، مفيهاش أي مشكلة يعني. وطبعا أنا عرفتكم هتيجي اللي عايز يجي يصطاد ببوصة يعمل جوز واسع، مش جوز ضيق يا جماعه، جوز واسع، لان الشراغيش والحاجات دي، وما يحاولش ان هو يعني الشعر ما يبقاش تقيل تحت. يعني مثلا الشعر من 10 ل 15 حلو قوي، ولو ضربت معاه سمكه كبيره يحودها بالراحه تطلع معاه. السن يشتغل مثلا ب7 ملوي حلو، عايز يشتغل بكفته ماشي، المهم ان يجرب، لان في احجام حلوه قوي في الميه، بس عايزه بعد العصر. معلش الظهريه دي كلها شر ومش هتاكل كويس، بس انا شايف احجام حلوه قوي في الميه، لان الميه كاشفه وشايف سمك كتير قوي في الميه. ده السمكه دي تشتغل على اخر النهار، ولو قعدت بالليل تاخد امسيه جميله هنا كمان، والقعده امان والكشافات ورا منك ومفيش اي مشكله يعني. وحلوه صلاه النبي تملى القلوب يا عم، صلى على النبي. قبل ما انسى، ممكن تشتغل بالمكنه برضو بالليل. هاتوا جندفله يا جماعه من اللي انا يعني موريه لكم قبل كده في فيديوهاتي. في جندفل كده بيتباع كيلو حوالي ب20 جنيه، جميل جدا، بتخش عليه سمكة محترمة، ما بيخش عليه شر خالص، وحاجة محترمة يعني، بيتنوا في السن، ما بيتاكلش بسرعة. فاللي عايز يجي من بعد العصر، ياخد بقى لغاية بالليل قعدة حلوة ومية مية. وحلوة صلاة النبي تملى القلوب يا عم، صلى على النبي تلاقي. طبعا يا جماعة البوري مالي المية يعني، بس مش عارف هيبان في الكاميرا ولا لا. البوري كتير جدا، في اسراب بوري ياما يعني في الميه. هقرب لكم كده على قد ما اقدر. بص اسراب البوري، اسراب بوري في الميه بالهبل. طيب هنقوله العده المستخدمه يا جماعه عشان الناس تبقى عارفه. العده المستخدمه هنا البوصه، اقل واجب 6 متر 7 متر. هتشتغل بسن صغير للبوري، يعني مثلا 7 ملوي اللي هو الامين اللي احنا بنشتغل بيه. وهتطول، هتعمل جوز واسع عشان الشراغيش والحاجات دي بتخش. بص في شراغيش كبيره كمان يعني، بص الشراغيش قد ايه يعني، باينه في الميه، مش عارف يا جماعه ولا لا. الشراغيش ياما قوي، بوري ياما قوي في الميه. و لما صلى على النبي، الشراغيش طبعا بتخش، هتجيب لها عقر، يا عامة هتجيب لها برغوت حي، هتشتغل معاك زي الفل في الحتة دي. طيب بالنسبة للمكنة، طبعا احنا قلنا القرمة بس عشان لو هتصطاد على البر هنا هتحط رصاصة صغيرة، لو هترمي على البر هنا رصاصة 20 أو 30، وتعمل عادي القرمة بتاعت المكنة بتاعتك مش هتوعر معاك ياما، لأن الرصاصة الصغيرة ما بترشقش يعني فيه. متحطش رصاصة كبيرة على البر. وبالنسبة للبورة يا جماعة زي ما قلنا، عايز صبر، ولازم تقعد كده في حتة في كنة مع نفسك وتقعد تصفر، اشتغل معاك زي الفل. بصراحة أنا شايف الخير ياما النهاردة في المية، بس أنا والله مش معايا العدة، أنا كنت في شغل كده وقلت أصور لكم المكان دوت. المكان ده يا جماعة معروف قوي يعني، المكان ده في وش مجمع الكليات على طول، بتخش وتنزل من على السور وتقعد، وفي بتوع الطعم عندك جنب منك هناك في السوق بتاع المنشية، لو عايز تجيب منه. في شراغيش، انا شايف شراغيش مش صلحها وحاجات تفتح النفس في المية ياما يعني، مش عارف هي هتبان معاك ولا لا، مية كاشفة وكل حاجة باينة. شايف شراغيش مصلحة وحاجات ما شاء الله احجام كبيرة جدا يعني. فاللي عايز يجي المكان ده جميل يا جماعة، وبالذات بقى لو جيت فيه بالليل يعني مش هتلاقي في شر صغير هيزاولك، تاخد منه سمكة محترمة بالليل.
لان انا شايف فيه سمك محترم، حاجه احجام حلوه يعني في الميه. زي ما انتوا شايفين يا جماعه كل الناس شغاله هنا ببوصه اهي، فعشان السمكه ماسكه البر. طبعا كل الناس اللي قاعده دي قاعده على تاخد بطاطا، وفي ناس مزفره على بوري. اقرب لكم الكاميرا شويه. بس هنا البوري عايز صبر، يعني عايز ايه بقى، وبعدين مش عايز تصطاد بوري لازم تقعد، يعني ما ينفعش اللي انت تبقى واقف بقى وتقوم وتقعد وكلام من ده. البوري مش عايز كده، البوري عايز هدوء وتقعد في حتة لوحدك. تحاول ان انت تقعد في حتة لوحدك وتزفر وتصبر عليه شوية. لما بيخش هي ورا بعض بقى، والبوري وانت بتطلع البراية تزفر بايدك التانية. يعني انت بتبقى في ايدك السمكة في البتاع عشان في البوصة طالعة معاك، وتزفر بايدك التانية عشان السمكة ما تهربش منك يعني وكلام من ده. تصطاد ببوصة. المكان ده جميل طبعا لصيد البوصة وهادي طبعا. وهنا الحتة دي يا جماعة بقى حلاوتها في ايه، ان انت ممكن تقعد تزفر على بوري. لو قعدت تزفر على بوري تاخد بوري محترم وبطاطا. وطبعا القرمة بتاعت البوصة يا جماعة لازم الجوز يبقى واسع شوية، و وبتزفر هنا. لو انت عايز تاخد بطاطا هتشتغل بالعجينة، والبوري برضو بالعجينة. و اما بقى طبعا الدنيس وكلام من ده طبعا هتجيب له يا جندفلي، يا تجيب له دود نار، او عقر مملح كده، الحاجات دي يعني اللي هي بتاعت الدنيس دي. بس طبعا ما الدنيس مش تاخد من على البر كده. البر هنا تاخد شراغيش ماشي، لان هي كلها وعر. تاخد شراغيش ماشي، تاخد بطاطا ماشي. لو قعدت في حتة هادية كده مع نفسك وزفرت كده وقعدت شوية هتاخد بوري، وبوري حلو يعني. خش بوري هنا جميل يعني. بس انا النهارده مش جاي اصطاد والله، انا يعني لقيت المكان جميل كده قلت اصوره لكم واعرفكم العده شكلها ايه اللي بتشتغل والحاجات ديت يعني. فطبعا العده هنا المستخدمه اللي انت لازم تجيب بوصه، يعني مثلا على الاقل 7 متر 6 متر، لان لو جبت 5 ولا حاجه هتضطر تنزل تقعد تحت في الصخر خالص كده، ولو في موجة صغيرة ولا حاجة هتبهدلك. فخليك بوصة طويلة أحسن، يعني أقل حاجة 5، أقل حاجة 6 متر مثلا 7، عشان تعرف تشتغل بيها يعني. بالنسبة بقى لو أنت هتقعد تصطاد بمكنة ولا حاجة، طبعا لو رميت على البر هنا في وعر ياما هتوعر منك. فطبعا المكنة لازم ترمي جوه شوية. عايز تعمل سن فرداني بس تحت حلو برضو. عايز تعمل سنين، سن فوق وسن تحت، برضو كويس شغال. بس انت حسب السمكة ما واكلة، يعني انت لو انت عملت سن واحد تحت فرداني بتاكل احسن من السنين يا جماعة. الدنيس والقاروص والحاجات دي بيحب سن واحد تحت نايم على الارض كده، بيخش عليه على طول. طبعا المكان زي ما انتم شايفين في صيادين ياما قوي، ومكان هادي وجميل. فانا هوريكم برضو ايه حتت تانية قدام شوية كده، هشرح لكم برضو الدنيا فيها ايه وتقعدوا فين، واعرفكم المكان ده فين والعنوان بتاعه فين والحاجات دي. وحلوة صلاة النبي تملى القلوب ياما، يا عم صلى على النبي تلاقي خير يعني.